السلام عليكم، يسعد أوقاتكم كلها بالخير والسعادة وراحة البال. وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم بتتابعوني. وصفتي لليوم مطبق السمك على طريقة والدتي الله يحفظها، بطريقة سهلة ومبسطة. عندي سمك زبيدي، غسلته ونظفته وقطعته وبدي أتبله. التتبيلة عبارة عن عصير الليمون وملح ومعلقة كبيرة من بهارات السمك ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وفلفل أسود. بترك السمك لمدة نص ساعة حتى يتبل من البهارات وياخد من البهارات، وببدأ بقليه بزيت غزير. بحمر الجميع السمك اللي عندي وبخليه على جنب حتى أحضر مكونات الوصفة. هون راح أعمل خلطة الزبيب أو خلطة الكشمش. بداية عندي زيت نباتي، بضيف لها حبتين بصل كبار مفرومين، بخليهم حتى يتدبل عندي البصل. ثم بضيف لها الزبيب المنقوع بمي سخنة لمدة ربع ساعة. بصفي الزبيب من المية بضيفه بعدين على البصل، بحركهم مع بعض وبضيف لها البهارات. البهارات اللي راح استخدمها هون هو الملح وبهارات مشكلة ومعلقة صغيرة مليانة من الهيل المطحون. بخليهم على النار، بحركهم بخليهم على النار حتى يتحمر عندي البصل والزبيب. الرز عندي أضفت زيت من الزيت اللي قليت فيه السمك، وبعدين بدي أضيف لها الرز نقعته تقريبا نص ساعة وأكتر. صفيته من المية، بعدين بدي أحط له البهارات عبارة عن ملح ومعلقة هيل وبهارات مشكلة ومن البهارات السمك، ومعلقة صغيرة فلفل أسود ونص معلقة كركم. وبخلط البهارات مع الرز وبخلي الرز يتحمص من الزيت حتى يتغلف حبات الرز بالزيت. بعدين بضيف لها المية السخنة، بضيف المية السخنة حتى تغمر الرز عندي. بخليه أول إشي على نار هادية عالية، بعدين بوطيه على نار هادية، بخليه بسكر عليه بخليه حتى يستوي عندي الرز. هيك الرز عندي حباته تفلفلت، بسم الله ما شاء الله، واستوى الرز. عندي هلا خلطة الدقوس أو صلصة الدقوس راح أعملها. بداية بضيف زيت النباتي، وبعدين معلقة كبيرة من الثوم المهروس وقرنين فلفل مفرومين ناعم، فلفل حار. بحمرهم مع بعض، بعدين بضيف لهم مية البندورة أو عصير البندورة، بحركهم مع بعض وبضيف لهم التوابل، الملح والفلفل الأسود. خليهم يغلوا شوي على النار، وبضيف لهم معلقة كبيرة من صلصة البندورة. بتركهم على النار يغلوا حتى تتسبك عندي صلصة الدقوس. وهيك الدقوس صار عندي جاهز. وهلا رح أحضر طنجرة المطبق. بقاع الطنجرة بحط خبز، وبعدين سمك. برتب السمك على الخبز. الخبز ليش بحطه؟ حتى السمك ما يلزق بالطنجرة، وجميع الزيت اللي فيه يمتصه الخبز. وبضيف له خلطة الكشمش على السمك. بعدين الرز اللي مفلفل بحطه حتى يغطي السمك. وبعدين بضيف له جميع خلطة الكشمش اللي عندي. واخر اشي بضيف جميع كمية الرز اللي ضلت عندي، وبشغل الفرن على درجة حرارة 200. راح احط الطنجرة بالفرن لمدة 10 دقائق حتى تتنكه المكونات مع بعض. هيك عندي بعد 10 دقائق طلتها وقلبتها على الصدر. هون الخبز عندي تحمر وامتص الزيت. وهيك الوصفة صارت عندي جاهزة، وصفة المطبق السمك. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني من الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وصحتين وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.